يحاول مع احمد مجاهد ويرجع محمد الختم يوزع والحارس فرصه كبيره ياسر وتسجل هدف. فرصه كبيره ياسر وغلطه لفائده عصام جمعه. يحاول يراوغ عصام جمعه والهدف هدف التعادل. هدف التعادل من جمال زعيم على ما يبدو. هدف التعادل كان مباغت في الدقيقه الى 68 تتغير النتيجه وتصبح هدف لهدف. جمال زعيم مباغتة كما قلت. اشوفوا عصام جمعة وكمال زعيم يدور حول نفسه ويسجل الهدف التعادل. 68 دقيقة لعب. كمال زعيم يغير النتيجة. الهدف الثاني معين شعباني يتمكن من تسجيل الهدف الثاني على اثر توزيعه من مراد المالكي من الناحية اليمنى. مراد المالكي ينظر ويوزع ويتمكن بتصويبه رأسية معين الشعباني قائد الفريق في اسكانها في زاوية كانت مستحيلة على حارس المرمى ابو بكر شريف اللي كان متميز في خلال منذ بداية المباراة. وشفتوا هاي الإعادة بالصور البطيئة وتصبح النتيجة هدفين لهدف. ترجع الكرة لفريق الترجي الرياضي التونسي. سيرة وتصويبه والحارس وفرصة والهدف الثالث ممتازة جدا من إيدوريزي يتمكن في الدقيقة 76. إيدوريزي يتمكن في الدقيقة 76 من تسجيل الهدف الثالث. ولكن للأسف الشديد هذا الهدف إلى حد الآن غير كاف لترشح الترجي هذا التونسي. نعرف على مستواه تدارك الأمور 3 أهداف مقابل 3 أهداف، لكن للأسف الهدف اللي قبله الترجي الرياضي التونسي مع مطلع الشوط الثاني الى حد الان كلفه غالي. ولكن الامل كما قلت منذ قليل في كرة القدم دائما وابدا قائم، وما دام ثم لاعب وما دام الحكم ما يطلقش الصفرة بتاعه مازال كل شيء ممكن. وتعبيرا بطريقته الخاصة إيدوريزي اللي اعطاه السوداني وفرصة والهدف الرابع لفائدة الترجي الرياضي التونسي. الهدف الرابع هدف الترشح يتسجل على اثر مخالفه واللي تولى تنفيذها هو كمال زعيم اكيد، وانه امام هذا الهدف يعبر عن فرحه كبرى. الهدف الرابع في الترجي الرياضي التونسي وفرحه لا توصف بالنسبه للاعبين. ومعين الشعباني يتمكن مره اخرى من تحقيق الثنائيه. هدف ثمين جدا لفائده الترجي الرياضي التونسي في هذه المقابله. وكل اللاعبين أظهروا وأبرزوا شخصية قوية في العودة، خصوصا وأنه كان منهزم خلال بداية الشوط الثاني بالهدف. نعرف مثل هذا الهدف بلغة الدارجة يحس كيف، ولكن الترجي الرياضي التونسي وجد في خبرة اللاعبين وفي إصرارهم وحب القميص والدفاع عن كرة القدم التونسية باعتبارها ممثلين لها إلى جانب النجم الرياضي الساحلي. وجد القوة الكافية للعودة من بعيد إلى في هذه المباراة. وتحية إعجاب كذلك إلى الجماهير الوفية. هاي الإعادة أمامكم، شوفوا بالكماءة رأسية فيها إصرار كبير وحب للانتصار. هذه هي الغريزة الكبرى للاعبين ومش يم اللاعبين الكبار اللي عندهم شخصية كبرى. ويجهش بالبكاء وعين الشعباني تعبير عن هذه الفرحة. وكما شفنا من كمال زعيم يتبدل القدم التونسية في لقاء العودة ونتمنى لها حظ أوفر. والهدف الخامس أمين التيفي. هذا هو هدف الأمان والاطمئنان بالنسبة إلى الترجي الرياضي التونسي. الهدف الخامس وحسم الأمر الآن ويمكن القول وحسن ما في الصدور وقضي الأمر بهذا الهدف الخامس من جانب الترجي الرياضي التونسي. أمين التيفي يحقق هدف الاطمئنان هدف الأمان بالنسبة إلى الترجي الرياضي التونسي. وأدركنا واجتزنا ال5 دقائق. شوفوا بالنسبة للقزاوي عمل كبير جدا يقرب على الجميع ويواصل وتجي الكرة يحب بلقطة فنية بالقدم، ولكن تعود للأمين التيفي من جديد ويسجل الهدف الخامس. كما تلاحظوا بالنسبة إلى التغييرات وما يعبروا عليه الكوتشينج نتاع الإطار الفني الثنائي التونسي كل من لطفي جبارة والعربي أعطاه النتائج بتاعه خلال الشوط الثاني.
واللاعبين اللي دخلوا كيما إدوزي وأمين التيفي حققوا الأهداف اللي مكنت الترجي الرياضي التونسي من العودة من بعيد والترشح. ونحن خصوصا في هذا الوقت نعيش